مش عارف اعيش انا كده. يا رب والله ما قادره يا بابا، مش قادره. انا شهور عايزه خلاص انا عملت كل حاجه. خلاص تعبانه قوي يا جماعه. فين اللي بيقولوا بيمثل؟ هو عند الله احسن من الناس كلها بعيد. هو بيموت. ادعي بقى ادعي. الدعاء يا عمي ادعي له. الدعاء يا جماعه ما حدش يدور حاجه. قال ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. اللهم إني داع فأمنه. وصل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عافه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أكرم نزوله، اللهم وسع مدخله، اللهم شاف الأرض عن جنبيه، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته يا رب عند السؤال، اللهم بعينيك الذي لا تنام وبكرمك الذي لا يرام. وفاء البقاء لله. النهارده كنا منتظرين حضور من اللعيبه زمايله، منتظرين اللي كانوا واقفين جنبه تامر حسني ومحمد رمضان. الله يكرمه الله يكرمه تاني. ما قصرش ومراته ما قصرتش. مراته فعلا مثال للزوجه المحترمه الصالحه الجدعه من اول لحظه. ست في منتهى الجدعنه والعزه. بصراحه ربنا يكرمها هبه ويقويها على اولادها. ايه اللي حصل بالظبط امبارح؟ هو تعب الساعه 4:30 الفجر 5، مراته دخلت تنام ساعه وجنب 18 مس دخول منه. ففجاه دخلت له الرعايه تاني، فمجرد ما قومته وبدات تتعامل معاه فجاه هو توفى على ايديها. هي كانت اقرب حد ليه واكتر حد تعب معاه واكتر حد وقف جنبه، ما شفناش حد بقى من كل الناس. انت قلت لي يا تيمو ان هي كانت الاجهزه كانت الروح واقفه وهو ما طلعش، ما كانش عايز يموت غير على ايد هبه مراته. اكتر حد كان واقف معاه. اصعب يوم في حياتي ده هي قالت له كده وكان قايل لها يعني. هو كان قايل لها، هو كان حاسس، شيكا كان عارف، بس هو كان بيحاول يكذب نفسه، كان بيحاول يقول للناس ان هو كويس. هو قال لها ده اصعب يوم في حياتي النهارده. هو كان عارف ان هو هيتوفى. ربنا يرحمه.